تاكل او تشرب ايه قبل التمرين؟ في مدارس كتير قوي، هتلاقي حد بياخد موز بس، هتلاقي حد بياخد تمر بس، هتلاقي حد بياخد قهوه بس، وهتلاقي حد تاني بياخد الثلاثه مع بعض وبيدخل التمرين. في واحد بقى طفره هتلاقيه ما بياخدش اي حاجه من الحاجات دي وبياخد بنجر ورمان وبطيخ قبل التمرين بساعه. طب اشمعنى دول اللي بياخدهم قبل التمرين وبياخدهم قبل التمرين بساعه؟ اول حاجه عشان فيهم نيتريك اوكسيد اللي هو اكسيد النيتروجين، ده غاز طبيعي بيشتغل على توسيع الاوعيه الدمويه عشان يوصل اكسجين اكتر للعضلات، فبيخلي البمب اعلى والاداء احسن والمجهود اطول والاستشفاء اسرع. في دراسه اثبتت ان البنجر بيرفع مستويات النيتريك اوكسيد في الدم بنسبه من 15 ل 22% خلال ساعه، وبيقلل استهلاك الاكسجين خلال التمرين، يعني مجهود اعلى ونفس الاداء. دراسه تانية اتعملت على الرمان والبطيخ ولقت ان هو بيزود ضخ الدم وبيقلل الالتهاب بعد التمرين. والقهوه لوحدها بتعلي التركيز وبتقلل احساس التعب. الموز والتمر كرب سريع زائد بوتاسيوم فبيساوي طاقه مباشره على طول. احسن سيناريو انت ممكن تعمله بعد اللي انت سمعته ده ان انت تاخد بنجر او رمان او بطيخ قبل التمرين بساعه وقبل التمرين بنص ساعه تدخل موز وتمر. اسوأ سيناريو بقى انت ممكن تعمله ان انت تاخد بنجر او رمان او بطيخ من غير مصدر كرب، هتلاقي البامب عالي قوي بس مفيش طاقه. فخلاصه الكلام ان نيتريك اوكسيد لوحده مش كفايه، لازم تدخل معاه كرب.